عمرك سألت نفسك لو سمعت صوت طفل بيعيط تحت سريرك هتواجه خوفك وتشوفه ماله ولا هتهرب؟ اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تستمتع بالرعب اللي جاي. أحمد شاب ساكن لوحده في شقة إيجار قديم، سمع صوت طفل بيعيط وهو نايم. أحمد قعد فجأة وهو متوتر وبص حوالين الأوضة، مفيش حاجة. بيقرب من السرير عشان يعرف الصوت ده جاي منين. الأرض كانت باردة وصوت العياط بيزيد، كأنه طفل مخنوق ومستخبي. حاول يفتح كشاف الموبايل بس الموبايل فصل فجأة. كل حاجة حوالين أحمد بقت هادية إلا العياط، كان لسه مستمر. وهو واقف سمع صوت خطوات بتمشي في الطرقة، مع إنه ساكن لوحده. قام ببطء ومشي ناحية الباب، فتحه لقى إن مفيش حد. رجع تاني للسرير والعياط دلوقتي جاي من تحت السرير على طول وقريب منه جدا. أحمد بقى واقف مرعوب وبالعافية قرر يشوف إيه تحت السرير. رفع الملاية وبص تحت السرير، لقاه ضلمة كحل وفي صوت نفس قريب جدا من وشه. بس اللي بيعيط ما كانش طفل، كان حد تاني شبهه، كأنه نسخة تانية منه. النسخة التانية من أحمد صرخت فيه: ما تنزلش، اهرب من هنا. وفجأة حد شده من رجله وسحبه تحت السرير. المفاجأة بقى إن تحت السرير كان في حاجة غريبة قوي، كأنك دخلت عالم مظلم، عالم فيه ناس كتير وكلهم نفس ملامح أحمد، بيصرخوا ومتكتفين كأنهم نسخ تانية منه بس محبوسين. لو سمعت صوت طفل بيعيط تحت السرير هتهرب من الشقة ولا هتقرر تواجه خوفك؟ اكتب رأيك في التعليقات واعمل شير ولايك تشجيعا لنا لنقدم المزيد.